منه كل الخير والحياه من اجل اولا تراجع الحكومه على ما يسمى بالمقايسه، هذا على القانون الانفرادي ديال رئيس الحكومه بدون ان يتشاور مع اي حزب داخل الحكومه، ما بالك بالمعارضه. كذلك تراجع عن هذه الزياده، لان هذه الحكومه هي حكومه تصريف الاعمال ولا يحق لها بكل القوانين الدوليه والوطنيه ان تاخذ هذا القرار فيما يخص الزياده في الاسعار، ولانها حكومه اقليه ولا يمكن ان تفرض رايها على الاغلبيه الشعبيه. ولهذا هذه مسيره، هناك مسيره الان يقوم بها من الحزب والرقابه والحيه في كل جهات المملكه، وهي مسيره ناجحه بامتياز. ولهذا اليوم الشعب المغربي يقول سعد بن الكيهان كفى استهتارا، كفى شعبويه، يجب عليه ان يرقى الى مستوى رئيس الحكومه وليس رجل رئيس حزب. ولهذا اذا استمر في تصرفاته الذي نعتبرها تصرفات لا شعبيه، فسيكون مسار ديال الحكومه هو الرحيل عن طريق صناديق الاقتراع. ولكن الشعب اليوم يعبر بكل قوه. بالنسبه الينا اليوم الهدف واضح، هو التراجع اولا عن ما يسمى بالمقايسه، نظام المقايسه، وكذلك تراجع عن هذه الزياده لان مست جيوب المغاربه. كذلك الان الحركه النقابيه والسياسيه تريد حوارا اجتماعيا حقيقيا، وتريد من رئيس الحكومه ان ينزل في الشارع المغربي ويقوم باستطلاع للراي، لان الان شعبيته انتهت بهذه المعاملات لانه تشبت بالكرسي، والكرسي هو كرسي حارق. ولهذا السياسه الشعبيه هي اللي جعلت انه يكون سبب في انهيار الحزب ديالو اليوم اللي تعيش انشقاق حقيقي. وكاين هناك اليوم قوى ثوريه داخل حزب العداله والتنميه وترفض كل هذه التصرفات، ويمكن ان اؤكد على ان فشل هذه الحكومه هو واضح للعيان. ولهذا اليوم كل هذه المسيرات التي تجوب شوارع المغرب هي مسيرات من اجل ان نقول الى الكيران كفى، ويجب ان يعتني بالاقتصاد، بالتنميه، بالتشغيل، بصحه المواطنين وبالتعليم لكل ابناء الشعب المغربي. شكرا.